اتفضل. السلام عليكم يا أستاذة وفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ أنا كويسة الحمد لله. دايما يا رب. اموريني. بصي حضرتك، أنا عروسة وبجهز نفسي وسمعت يعني عن الجمعية بتاعتكم، إن حضرتك يعني المديرة بتاعتها وكده. فأنا جاية يعني أقول لحضرتك ظروفي، يمكن تقدري تساعديني. اتفضلي. زي ما قلت حضرتك، أنا عروسة والمفروض خلاص هدخل آخر الشهر. والحقيقة أنا معظم الحاجات تقريبا مش عندي وما قدرتش أجيبها. طيب وفين باباكي ومامتك وشغلهم ايه وانتي بتشتغلي ايه؟ بابايا ومامتي الله يرحمهم. الله يرحمهم. أنا يتيمة. والحقيقة أنا ما بشتغلش الفترة دي عشان كان حصل لي ظروف مرضية كده، واضطريت يعني بعد الشر عنك إن أنا أقعد يعني في البيت. لا، ألف ألف سلامة عليكي، ألف سلامة. طيب انت عارفة هنا نظام الجمعية ايه والقوانين ايه؟ لا الحقيقة أنا ما معرفش أي حاجة. أنا قلت كده أستبشر خير وأجيلك كده الصبح أفهم منك كل حاجة، ولو ليكي أي شروط أنا تحت أمرك. أنا ممكن أنفذها وأعمل كل اللي حضرتك عاوزاه. واحنا ملناش شروط خالص، هي كلها حاجات بسيطة جدا. احنا كل اللي احنا عايزينه بس ان احنا هنعمل عنك بحث، تتكرمي انك تكتب لنا عنوانك، عشان طبعا هنعمل بحث ونشوف الحالة المادية للعيلة والظروف والدنيا ايه، ونشوف هنقدر نساعدك بايه. انا زي ما فهمت حضرتك هو مفيش عيلة، هو انا بس اللي في البيت. اوكي ماشي، لو حضرتك يعني انا عشان باخد دواء تقيل شوية، لو حضراتكوا انتي جيتي انتي واللجنة وخبطتوا يعني على الباب وانا ما فتحتش، ممكن تخبطي على الجارة. اوكي تمام، مفيش مشكلة خالص. تمام ماشي. حضرتك بصي يعني عند اول مقلب زبالة في الشارع ده هتلاقي يعني البيت بتاعي. هو متهالك شوية، معلش سامحيني يعني. انا ما اقصدش اوديكي في المكان ده، بس والله ده مكاني ودي الظروف بتاعتي. لا ولا يهمك، عند مقلب الزبالة. انا اسفة جدا والله. زبالة على الصبح. اوكي انا اسفة جدا. طيب انت بقى ناقصك ايه في جهازك؟ ناقصني حضرتك حاجات كتيرة جدا. وانتي عارفة واحدة بنت في ظروفي، وانا خلاص سني كبر يعني شوية، وما عنديش اهل ولا حد يجهزني. انا محتاجة حاجات كتيرة قوي عشان بس يعني ربنا يسترني ويبقى معايا راجل. حضرتك قادرة يعني بظروف حضرتك، اكيد ام يعني أكيد. وعندك اولاد وكده. اكيد طبعا. طيب أنا عايزة أقولك إن إحنا نقدر هنا في الجمعية نقدر نساعدك مثلا بغسالة، بوتاجاز، يعني حاجة زي كده. إيه ده حضرتك؟ يعني شكرا وكل حاجة، بس كده. سوري، منتظراني أقولك إيه؟ أجيبلك مثلا طقم أكروبال ولا تيفال ولا بايركس ولا طقم الألمونيا، ولا طقم ايه بالظبط؟ ولا انتي منتظراني اجيبلك طقم التوزيع مثلا؟ منتظراني اجيبلك الطقم الصيني، الملامين، الحاجات دي كلها، شنطة معالق، واجيبلك بالمرة شنطة سكاكين؟ ايه يا انسة؟ هنا بيجيلنا للأسف التبرعات على القد، فاحنا ما نقدرش نطلع اكتر من المألوف. احنا بيجيلنا نسب معينة اللي نقدر نتبرع بيها، مش جمعية كبيرة قوي قوي يعني زي ما حضرتك فاهمة، ابدا. دي حاجات بسيطة على القد نقدر نساعد بيها. ممكن مثلا تكون الغسالة يعني استعمال خفيف، حاجة بسيطة كده اللي هي 8 كيلو، البوتاجاز 4 شعلة، حاجة زي كده يعني. بصي حضرتك، صلي بينا على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام. أنا حضرتك
ظروفي صعبة جدا، مم. وانا يعني دورت كتير على جمعية تكون بالمواصفات اللي هي تجهز عرايس. مم. فانا دلوقتي ده مش كفاية بالنسبة لي. مم. انا حضرتك، انا لو خدت من حضرتك تبرعات اللي هي البسيطة اللي حضرتك عايزة تديهاني، مم. فانا كده هتحرم من تبرعات من جمعيات تانية. طب أنا عندي فكرة، اتفضلي. عندي فكرة حلوة ومستعدة أجهزك من الألف للياء. بجد والنبي؟ لو هدفع من جيبي. الله، طب حضرتك قولي. تقدري هديكي بحث حلو كده في شوية أسماء. بحث حالة؟ لا، امال ايه؟ رجال أعمال، في شوية أسماء حلوة. لستة يعني؟ لو قدرتي تجيبيلي 1 أو 2 منهم يدفعوا هنا فلوس في الجمعية ويحطوا ويساهموا، أنا هجيبلك كل اللي انت عايزاه. طيب يا فندم، انا مع الله انا ما عنديش اي مشكلة ان انا اعمل كده لله، بس الفكرة ان انا هقول لهم ايه يعني؟ هل هخبط على باب ما تقولي اللي تقوليه يا أنسة، هو أنا اللي هعلمك تقولي إيه؟ مع إن أنا اللي هعلمك تقولي إيه. اهدي بس وما تخافيش. يا فندم، انا نفسي عزيزة، انا مش جاية اشحت، هو المعروف. امال انت جايه تعملي ايه دلوقتي؟ ان دي جمعية خيرية بتساعد البنات اللي في الظروف اللي زيي. طبعا 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 يا فندم، طبعا. انا لو اعرف ان حضرتك هتقابليني المقابلة دي، لا 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 انا لا. ما كنتش جيت. لا اهدي بس اهدي، انا قابلتك ازاي؟ ده انت على راسي من فوق. لا 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 اهدي بس، ده كله بفضل الله وكله طالع لربنا، ما تقلقيش. امال ايه بس؟ حضرتك حاطه لي شروط صعبه جدا. رجال اعمال إيه؟ انا ازاي هقنع راجل اعمال هيقول لي عليا بنت وحشه، ولا هيقول ان انا شحاته، ولا يطردني ويبهدلوني في الامن؟ ازاي بس حضرتك؟ ما عندكيش بنات يعني؟ والله حته بنت وحشه دي تخصك انت اللي ليكي الطريقه اللي تقدري تتكلمي بيها اللي توحي اذا كنتي بنت وحشه ولا بنت حلوه. انت ذكيه وتقدري ازاي تجيبي العميل، ما تقلقيش. يعني كانه زي شغل. زي شغل، وهيطلع لك كمان يا ستي كوميشن. معقوله؟ طبعا. يعني اللي بيجي هنا علشان تدوله الزكاة او التبرع لازم بيعمل كده؟ لا يعني هتقفشنا دي ولا ايه؟ لا طبعا مش كله، ولكن انا حاسه ان انت فيكي القبول، وحاسه ان كلامك حلو، طريقتك حلوه، تقدري تقنعي اللي قدامك، فبالتالي هتسهلي علينا وعليكي حاجات كتير قوي. كل ما المساهم يدفع اكتر كل ما انت تاخدي اكتر. طيب، وهي الحاجة دي يعني اللي انا هعملها دي حلال؟ ايه الحرام في كده؟ ده حد هيتبرع بفلوس لله، لليتامى والفقراء والمحتاجين. بس حضرتك بتضغطي عليا قوي عشان ظروفي، وانا بصراحة متضايقة لا جدا. ما تتضايقيش ولا تزعلي خالص. حضرتك دلوقتي تقدري تنتظري في الليستة، نشوف اسمك هيجي امتى في الميعاد اللي هنتبرع لك بيه في الغسالة والبوتاجاز، وهبقى ابعتلك بعد ما نبقى نعمل عنك البحث. يعني محتاجة تأجلي فرحك شوية. ايه ده؟ انا ما صدقت ان انا هتجوز وحد يصرف عليا. ارجوك يا مدام يا أنسة، دي قوانين، دي قوانين وأنا ما أقدرش أخالفها. يا استاذة وفاء، طب افرضي الليستة ولا راجل اعمال رضى ان هو يتبرع، حضرتك كده هتتخلي عني وهتقولي لي مش هجيب لك حاجة؟ لا اكيد مش هتخلى عنك ولا حاجه، وما قلتلكيش ان انا مش هجيبلك. انت ليه بتتهميني اتهامات باطله؟ مش بتهم يا فندم، بس حضرتك قلتي لي كده اجيب المتبرع من الليستة والله اعلم هيرضوا ولا لا، اخد الصدقة بتاعتي او التبرع بتاعي. ابدا ابدا، انت كده كده هتاخدي البوتاجاز والغساله. انا بقولك انك هيطلع لك مبلغ كويس وكمان هجهزك. ماشي، يطلع لي مبلغ كويس كوميشن، نسبة على الشطارة بتاعتي. لكن كده كده حضرتك شايفاني وشايفة حالتي وظروفي، يبقى أنا أستحق تبرع من البنات بياخدوه هنا. طبعا طبعا، كل دي أبحاث لناس لسه هتندرس لما اللجنة تجتمع. كل دي بنات محتاجة تتجوز، كل دي أسماء ناس كل محتاجة. دول؟ طبعا
لسه بيتعمل البحث بتاعها وبتتشكل لجنة عشان خاطر نقدر نكتب شيك بالفلوس اللي هتطلع. مش بمزاجنا يا فندم، دي فلوس ناس، دي أمانة. طب وقعدوا كام شهر قبل ما حضرتك بتعملي البحث ده؟ حضرتك دي من بداية 2015 2025 سوري، يعني بقى لها سنة. بقى لها سنة؟ سنة. سنة حضراتكم بتعملوا بحث؟ شفتي؟ طيب احنا ما نقدرش نرفض لاجئ جاي ومحتاج للجمعية عندنا. أنا فعلا محتاجة جدا. طيب أنا هحاول حلو، أخد الليستة حلو، وأروح للناس دي وأعرض عليهم الجمعية. أسماء رجال الأعمال موجودة هنا في الليستة دي. ولو ما نجحتش؟ سيبيها لله. بشطارتك وقدرتك على الإقناع واحتياجك للعفش والحاجات الكتير هتعملي. هعمل أقصى ما في وسعي بالظبط عشان أسرع دوري. أنا محتاجة جدا إن أنا أتجوز. والكوميشن. الكوميشن. شكرا يا أستاذ وفاء. الشكر لله، كله بفضل الله. أعمل إيه يا رب؟ دبرني يا رب. نورتينا، ما تتأخريش، هستناكي. يا رب حلها من عندك يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي جمعية برضه بتساعد الناس ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا ده على الخلق الخالق. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم، اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك. دايما بتروح مني القماشة اللي بمسح بيها النضارة. محتاجة اشوف الأوراق ومسؤوليات الناس. الله يخليك. الله يخليك. طبعا دايما بنعمل أبحاث وحاجات من دي. ويقدرك على فعل الخير. أشكرك. هو الجمعية دي مش بتساعد الناس؟ أكيد. طيب. هي قائمة على ذلك. حضرتك حصل لي مصيبة كبيرة قوي. هو يوم المصايب بقى ولا ايه؟ مفيش حد هيجي يبين رقي بأي شيك على الصبح. اتفضل يا فندم، بعد الشر، ربنا ما يجيبش مصايب أبدا. حضرتك أنا كنت خارج رايح الشغل بتاعي، وبعدين لقيت التليفون جالي الحق البيت وقع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقع على أسرتي كلها. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طب وحضرتك عايزنا نقيم لك العزا يعني ولا إيه؟ مش فاهمة. العزا عملناه خلاص. الله يرحمهم ويحسن إليهم ويصبر قلبك. قعدت فترة كده طبعا مفيش هدومي وحاجتي كلها راحت. قعدت كام يوم كده في الشارع، وبعدين جالي واحد ابن حلال قال لي في جمعية خيرية بتساعد الحالات اللي زيك كده. طبعا. روح لهم ممكن طبعا يدبروا لك حالك، يشوفوا لك أي حاجة يعني كده. فبيني وبين حضرتك كنت متردد، يعني الكلام ده كان كام يوم. كنت متردد إن أنا أجي، يعني أنا كنت عايش كويس الحمد لله، بس كله راح بقى الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. قالوا لي ممكن انتوا تساعدوني وكده وتشوفوا لي حل في مشكلتي دي، حتى لو اي مكان اقعد فيه بس لغايه ما ابدا يعني. اديني ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. اتفضل حضرتك. دي هدوم تقدر تنقي منها اللي حضرتك محتاجه طبعا، عشان خاطر تلبس وتقدر تمشي في البرد القارس. شفت احنا بنوفر اشياء كتير للناس اللي محتاجة طبعا. ده حضرتك اللي هتقدموه ليا يعني؟ مش حضرتك محتاج هدوم وبتقول هدومك راحت تحت الأنقاض؟ لا إله إلا الله. أنا بجيب أهو لحضرتك، أهو. هي حاجات حلوة طبعا من وش حضرتك. حضرتك محتاج تتدفى صحيح، متخيطة
ومتظبطه، وبص يعني ايه، مغسوله مم. يعني. هو ده حضرتك اللي هتقدمه لي يعني؟ دي المساعده اللي هتقدمها لي؟ حضرتك محتاج حاجه تاني؟ طب قول لي انا معاك. ما انا عشان البس ده يعني هقعد بيه فين؟ هقعد بيه في الشارع؟ انا قاعد في الشارع حضرتك. انت محتاج بيت. انا محتاج حاجات كتير قوي، بقول لي كله راح. ايوه. طيب يعني هو لو الجمعيه حتى بتعمل حاجه زي كده مثلا، بتوفر حاجه زي كده، انا ممكن مثلا يعني تساعدوني في كده، واول ما اقف على رجلي كده ممكن مثلا اقسط لكم، اديكم فلوس كل شهر. لا يا مقابل فندم، ما انكم ينفعش تساعدوني يعني. طبعا، ما ينفعش طبعا. ازاي؟ كله بفضل الله والحمد لله والشكر لله طبعا. آه طيب طب ممكن حضرتك سؤال بس لحضرتك؟ اتفضل. هو انت كل الحالات اللي بتيجي بتساعدوها بالطريقه دي بس؟ اكيد لا طبعا، بس حضرتك اول ما ذكرت الملابس وقلت هدومي راحت، حصل يا فندم ولا انا بكذب؟ ايوه يا فندم، انا بقول لك كل حاجه راحت. تمام. ما انا طب فلوسي راحت، يعني ما اقول فلوسي راحت هتديني فلوس حضرتك؟ اكيد يا ما انا فندم. فلوسي راحت وحالي راح. اكيد طبعا. اتفضل بس حضرتك كده اكتب لنا عنوان حضرتك، لان لازم طبعا نعمل بحث عن حضرتك عشان نقدر نعرف ايه اللي حضرتك محتاجه. ما بناخدش طبعا بالكلام. كل شوية يجي لحد عايز فلوس، حد عايز فلوس، بدل ما تحطوا فلوس. ايه ده؟ ما يجيليش حد على الصبح كده بشيك حلو ومحترم بقول لحضرتك متبرع؟ بتقولي حاجه؟ نعم. انا معلش، انا تليفوني برضو راح في القصه دي، برضو؟ معيش تليفون. طبعا يا فندم طبعا. ده العنوان حضرتك. ازاي حضرتك يعني؟ بس مش هتلاقي البيت ده طبعا. العنوان اه. اوكي تمام، مفيش البيت مشكلة يا فندم، واقع. مفيش مشكلة خالص. شوف حضرتك، احنا وبفضل الله نقدر نساعد حضرتك باللي محتاجه. زي ايه؟ اللبس ومتاح والحمد لله بجميع المقاسات. المكان ممكن حضرتك في مبنى بنأجر فيه أوض، ممكن حضرتك تقدر تقعد في أي أوضة مع أي حد من اللي فقد بيوتهم لحد ما حضرتك تقدر تشتغل. ممكن تبني بيتك وإحنا هنعرشهولك بألواح الخشب. تمام. في كذا حاجة يا فندم. ممكن حضرتك تشتغل هنا في مقر الجمعية. الواح خشب؟ اشتغل في مقر الجمعيه؟ حضرتك تقدر تشتغل هنا في مقر الجمعية، وهنوفر لك برضو سكن. ايه أيوة. يا فندم؟ اه حضرتك سرحت في ايه؟ يا فندم، ايه بقى ده؟ انت اللي فندم. لا. بقول لحضرتك اشتغل في مقر الجمعيه طبعا. واللي هي سكن ومرتب وكده. طبعا يا فندم. طب انا سامع وكوميشن. كوميشن ايه بقى؟ هقول لحضرتك كوميشن ايه. احنا عندنا رجال اعمال بيجوا يتبرعوا، ولكن احنا عشان خاطر طبعا فلوس الغلابة الناس المساكين ما تروحش في الاعلانات والتوزيع والحاجات دي كلها، احنا بنعمل ايه؟ بننزل عملاء من عندنا يبحثوا عن رجال الاعمال اللي احنا بنديلهم اسمائهم وياخدوا منهم التبرعات وييجوا يحطوها هنا في الجمعية، وساعتها بنديهم كوميشن. بدون كوميشن؟ طبعا. ده قانوني يا فندم؟ والله يا فندم، هو حتة القانون دي ان احنا دايما بنلعب على التوفير. في ايه بقى؟ ان دايما لو عملنا اعلانات هتاخد فلوس كتير، والفلوس دي الغلابة اولى بيها. الفلوس دي يا فندم بنوزع كراتين رمضان، بنشوف العرايس اليتامى زي العروسة اللي كانت خارجة قبل حضرتك على طول، دي يتيمة وغلبانة وانا هجهزها من الالف للياء. اللي كانت خارجه بتدعي لكم دي؟ شفت؟ خارجه عماله تدعي لكم. شفت يا فندم؟ خارجة من هنا مبسوطة. فاحنا هنجهز العرايس اليتامى. طب سؤال بس يا استاذه، يعني انا سامع ان بيقولوا لي اكبر جمعيه خيريه يعني وبتساعد ناس كتير يعني. طبعا. فانت ذكرتي لي كده بتقولي البيت نعرشه بخشب، وهم بيقولوا لا انتوا معاكم امكانيات اكتر من كده بكتير، يعني ناس بتقول اكتر من كده بكتير. ما انا ولا دي اشاعات ولا ايه؟ بص يا فندم،
دايما. انا كان في واحد رجل اعمال صاحبي جاري يعني، كنت اسمع عنه كده. كنت اسمع انه بيبرع لكم بالملايين. انت عندك جارك رجل اعمال؟ كبير. ما شاء الله، كويس قوي. طيب بيتبرع ايه؟ بيتبرع بالملايين. بالملايين؟ ليك دي اشاعه يا فندم. اشاعه. طبعا. ولكن يا فندم حضرتك التبرع بيروح فين بقى؟ انا اقول لحضرتك بيروح فين ما دام ما سالتنيش. يا فندم احنا عندنا اراضي بنزرع فيها نخل عشان نجيب التمر ونوزعه، بنزرع فيها زيتون عشان نعمل مصانع زيوت ونوزعها لاهل الله، وبنعمل كمان يا فندم. انا لو اشتغلت هنا هشوف الحاجات دي؟ هشوفها؟ لا مش هشوفها صح؟ لا، حضرتك هتشتغل هنا في المقر. ان انا الم تبرعات للمقر طبعا للجمعيه. طبعا. واخد كوميشن حلو. اكيد. كام الكوميشن؟ قد ايه؟ حسب شطارتك. جبت مبلغ مثلا 1,000,000، هتاخد لك انت 20,000 يا سيدي. طب ما انا اقول لك على فكره كويسه. اتفضل. بما انك انت ست دماغك ما شاء الله عليك الماظ يعني. لا ولا الموز ولا حاجه. انا اعرف اجيب من رجال اعمال كتير اعرفهم يعني، جيران واعرفهم. اعرف اجيب مثلا 5 مليون ويخشوا لك مثلا 2 مليون، نكتبهم 2 مليون. صحه جايه اكل يطلع لي ايه؟ ساعتها 5 مليون ونكتب 2 مليون، 3 مليون مرة واحدة. خبطة حلوة أوي. هديلك أنا بقى 100,000 جنيه. يلا. يعني انا ادخل لك 5 مليون واوفر لك 3 على جنب، اخد 100,000. هديك 200,000 جنيه على 2 مليون اللي هينكتبوا، ولا تزعل. وال3 مليون؟ خلاص بقى يا فندم، ده حضرتك ناصح قوي. هنخليهم 3 ومش هنزود، وكمان هعرش لك البيت. ايه رأيك؟ تمام. عرش لي البيت. ايوه. وهتاخدي 3 مليون بقى كده وانا خلاص بقى، دي حاجة كده وانا اخد 300,000. نفحة من عند الله. 300,000. عايز بقى تشتري لك مثلا أوضة؟ بص حضرتك معلش انا اسف، انا كده مضطر ان انا لو كده اروح جمعيه تانية. ليه؟ طب قول لي المبلغ اللي حضرتك عايز تاخده. اقول لحضرتك اصل هوفر لك 3 مليون وانت يعني ما فيش اي حاجه جايه مني خالص. طيب. وبعدين ده واحد، ده لسه في ناس كتير. واحد. انت مش هتلاحقي 3 مليون مرة واحدة واحنا هنكتب 2 مليون. فيها ايه يا بنتي يا وفاء؟ لما تاخدي 2 دلوقتي ده من واحد، وانت بيها يا فندم. انا دلوقتي هاخد 2 والجمعية 2 واسيب لك 1,000,000. هو ده الكلام. شفت بقى؟ شفت بقى؟ عشان تخليني اتحمس كده انت وش الخير. طب ما فيش حاجه دلوقتي عشان اعرف اجيب طقم كده وبتاع اروح اقابل الناس حالا؟ مش هينفع الهدوم دي ما تنفعكش خالص. بسم الله ما شاء الله عليك يعني. لا وما شاء الله يعني حاجه. طبعا. مفيش اي مبلغ كده حاجه كده. حالا يا فندم، هتصل بالسكرتارية وتخرج تاخد الفلوس خلاص اللي انت عايزها. وانا في خلال 3 ايام بالكتير هجيب لك الراجل ده بقى كام. 3 ايام؟ 3 ايام. وعندي امكانيه اخليه يجيبها لك كاش كمان. لا كاش لا. بص اقول لحضرتك على حاجه. انا كنت شغال في شركه كبيره. بس للاسف لما حصل لي الموقف ده وغبت وكده فمعرفش ارجع تاني الشغل. ففي خلال الشركه دي عرفت رجال اعمال كتير. والناس كانت تتمنى اشتغل معاها اصلا. بس كاش لا، ارجوك يا فندم. الكاش ده هيكونوا ال 2 مليون بتوع الجمعيه. تمام. لكن الباقي هنبقى نتقابل كده ونشوف هناخدهم ازاي. ما يا فندم هو لو جاب ال5 مليون كاش ماشي، انت هتديله وصل ب5 مليون بس هتسجلي في الداخل عندك 2 مليون. ما هي دي المشكله. ايه؟ وصل.
هو مش هيعرف حاجه حضرتك. ما حتة الوصل دي بالنسبة لي هتبقى مضلعة يا فندم ومكشوفة لا، يا فندم لا، ده الوصل ده بقدمه للضرايب. ده الوصل عشان يقدمه للضرايب يقول انا اتبرعت ب5 مليون فيتخصم له الضرايب بس، فمالوش علاقه بيكي خالص. ده بياخد الوصل يقدمه للضرايب. ما هيتقال بقى اتبرع فين ملهاش وتتفتح علاقه علينا بالكلام. العيون. لا خالص خالص. لما حضرتك الضرايب متأكد؟ بتتصل بحضرتك انت، اه. تقول لي فلان ده اتبرع ب5 مليون، تقول لهم اه. امم ايه المشكله؟ ما يا هو مش فندم مجلس حسبي ولا جهاز مركزي محاسبات جاي لك. ملهاش علاقه. ده هو الوصل مختوم من الجمعيه بان الراجل ده متبرع ب5 مليون، بيروح بالضرايب. يا جماعه انا دافع 5 مليون ضرايب، فما متبرع بيهم فمش هدفع الضرايب بس. تمام يا فندم، وحضرتك تؤمر اللي انت عايزه. انا استلم بقى الشغل امتى؟ من الساعة اه. حالا. هيدوني كام في السكرتاريه عشان انت عارف المنظر مهم؟ هخليهم يدوك 1000 جنيه. ده ما يجيبش بنطلون حضرتك. ده انا عايز اجيب بدلتين 3 كده، قميصين 3. هخليهم يدوك 3200. بقول لك ايه، ما تزعلش. بقول لك يا استاذه، فكك بقى من القوانين واللي ممكن يطلع كام، وخلاص احنا فتحنا ورقنا بقى لبعض. اكيد. سيبك بقى من القوانين واللي مسموح يطلع كام واللي مش مسموح يطلع كام. انت تتصلي بيهم تقول لهم يسيبوا لي 10000 جنيه. ايه؟ 10000 جنيه هيتخصموا من مليون. يتخصموا من اي حاجه. ماشي اوكي، انا كده معاك. اتفقنا. حاضر. شكرا يا فندم. حالا يكونوا عند حضرتك. تمام، شكرا. السلام عليكم. شكر لله. شرفت ونورت يا وش الخير. 2 مليون على الصبح. ايوه كده، هي دي الناس، هي دي الناس. ولا بلاش يا بنتي يا وفاء، يا لهوي. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. اتفضل. طيب انا والدي كان بعت الشيك ده للايتام والارامل اللي موجودين هنا. طب والله كويس، ربنا يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. انا عارف ان عندكم يعني حالات كتير وايتام. حضرتك اخترت المكان الصح. فعلا احنا المكتب هنا بيهتم بالحالات اللي زي كده، وجيت انت في المكان الصح عشان احنا عندنا فعلا حالات كتير بنجهزها، بنات عايزة تتجوز والارامل والايتام. وفي كمان حاجة حضرتك عايز اقول لك عليها، يعني يبقى كتر خيرك لو في حد تعرفه او حد تبعك حب يعمل خير او يتبرع، ممكن تبعته لينا. المكان هنا فعلا محتاج لكل جنيه للناس اللي احنا بنساعدها. اه طبعا، ما انا لو في حد تاني هبعتهولكم. حاضر. انا عارف ان عندكم يعني ارامل كتير وعندكم ايتام وناس محتاجة. يلا ربنا يكون في عونهم ويقدرنا ونقدر نسد عليهم، عشان فعلا كل مجهودنا بنبذله ان احنا نساعد الناس دي. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. ربنا يخليك. طب حضرتك تشرب ايه؟ لا ولا اي حاجة، انا هروح انا بقى. لا ما ينفعش، قول لي بس تشرب ايه؟ هروح انا بقى عشان اشوف لو ورايا حاجة ولا بتاع. طيب ماشي، اتفضل. ماشي، شكرا. نورت. طب كويس، حلو قوي. خليك بقى هنا لحد ما نصرفك. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. مش دي جمعية خيرية؟ ايوه حضرتك عايزه تتبرعي؟ لا أنا عايزة فلوس عشان أدفع مصاريف المدرسة. نعم. طب واهلك فين يا حبيبتي؟ متوفيين. الله يرحمهم. امال انت عايشه فين ولا عايشه مع مين؟ مع خالتي. خالتك؟ خلي خالتك بقى تديك مصاريف المدرسه يا حلوه. مش هنا جمعية خيرية؟ ايوه جمعيه خيريه، احنا بناخد ما بنديش. يلا يا بنت اطلعي بره، ما اشوفش وشك هنا تاني ولا اشوفك بتقول الكلام ده تاني. طب ما أنا عايزة فلوس كتير. احنا مالنا واحنا كنا من بقية اهلك ولا اتبنيناكي؟ ما بابا قال لي قبل ما يتوفى تعالي هنا وهم يدوكي اللي انت عايزاه. لا الف سلامة، الله يرحمه. يلا اطلعي بره، احنا فاتحينها هنا سبيل.
ناقصة هي، احنا اللي هنلمهم هنوزعهم. طب ده احنا لسه ربنا كرمنا بمبلغ وانت جاي على طول تسد نفسنا تقول عايزة. انا هقوم اروح اصرف الشيك عشان عندي كام مصلحة عايز اعملهم. ولا رجال اعمال ولا اروح اشحت من الناس. انا هشتغل بكرامتي واللي ربنا يرزق بيه ويجود بيه. انا مش هدني نفسي البني ادم، والست دي جت عليا قوي وكسرتني قوي، بس انا لا، انا مش همشي وراها. انا مش عرفني يجرى فيا ايه. انا هشتغل واجهز نفسي بعرق جبيني، وربنا يرزق بقى. اتجوز وقت ما اتجوز، بس انا راسي مرفوعه، مش مذلوله لحد. الله الغني. قول لي عملت ايه؟ وديت الشيك؟ يا حاج وديت الشيك. ما خدتش وصل؟ لا ما ما ادانيش ادكش وصل صح؟ لا. وانت يا نوره عملت ايه؟ مرضوش يدوني الفلوس. قلت لهم انا يتيمه وعايزه مصاريف مدرسه. عقل ويقول لي انتي روحي بعيد يا حبيبتي وكده. طب استنى عشان متأكد في جايتها. الاوردر يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا. مش تشرب حاجه يا ابني؟ لا مش قادر اصلا. على العموم لو احتجتوا اي حاجه اندهوا عليا، انا واقفه جنبكم. هو حضرتك جديده؟ ايوه انا جديده، الحمد لله ربنا رزقني بالشغل ده بعد صبر كتير قوي يا كنت استاذ. بتشتغلي فين؟ الحقيقه مريت بظروف يعني مرضيه صعبه وما كنتش بشتغل، كنت قاعده في البيت سنتين. انت مش متجوزه؟ لا مش متجوزه، بس دعواتك يعني ربنا يرزق. مش مخطوبه ولا حاجه ولا؟ والله كان في حد متكلم عليا وكنت هتجوز، بس رحت لجمعيه كده الله يسامحها الست، ما رضتش ان هي تتبرع لي بحاجه الا اذا خدت لستة من اسامي رجال الاعمال دول انا اشحت منهم، او يعني ارغبهم ان هم يجوا يتبرعوا في الجمعيه. وانا حضرتك ما رضتش ان انا اعمل كده. امال الجمعيه لازمتها ايه لما انت تعملي كده؟ طب ما تروحي رجال الاعمال يساعدوك على طول. صح. لما الجمعيه لازمتها ايه لما فاهم؟ ده الجمعيه دي اللي في المنطقه بتاعتنا دي عارفها انا صح؟ حضرتك هي ناس بتستغل ناس وبيجوا على الضعاف واللي ما معهمش فلوس والغلابه. خلاص يا بنتي روحي انت شوفي شغلك. تأمروني بأي حاجة تانية؟ شكرا. طيب أنا واقفة جنب حضرتك لو عوزت حاجة. اتفضلي. عارفين دي خارجه من الجمعيه بتدعي عليها. الجمعية الخيريه بتدعي عليها. دخلت للست بلدي بتدعي لكم، قالت لي يا فندم ده احنا ساعدناها وشوف، وهي خارجه تدعي على الجمعيه. دي الجمعية اللي أنا رحت لها صح؟ بص يا ابني، هو في جمعيات فعلا بيساعدوا صح وبيعملوا مشاريع صح وحاجات كويسه جدا، بس في بقى بعض الناس اللي بتشبه الناس دي بقى، اللي هم بقى بيحللوا بقى مصالح وبتاع. يعني واحده غلبانه زي بتاعت الكافيه دي بتقول لها روح هاتي لي رجال اعمال يتبرعوا لنا دي. طب ما تتبرع لنفسها، طب ما تروح لرجال الاعمال تقول لها اتبرعوا لنا. ما رجال الأعمال يساعدوها هي فعلا. ايه دورك انت بقى؟ ففي ناس فعلا جمعيات بتستغل ايه؟ عاملينها ايه يعني ربح، مش عاملينها. عشان كده حبيت لما اجي احط فلوسي احطها في جمعيه صح، ما احطهاش في جمعيه كده نصابين زي الناس دي. فهمتي؟ فهمت؟ وانت يا نور انت طلعت بطله، انت بتعرفي تمثلي. طب والجمعية اللي أنا رحت لها دي؟ طب قرب عليا شويه، انا عايز اقول لك حاجه. بصي. نعم. انا وديتك بس تشوفي الجمعيه دي علشان تشوفي بعينك يا بنتي. طب هما ليه بيعملوا مع الناس كده؟ دول قليلين على فكره، مش كتير. الاكتر اللي هم بيساعدوا فعلا. أيوة بقى، عايزك تكلمنا عن الحاجات دي علشان نعرف نتعامل معاها. قربوا لي بقى كده اقول لكم. بصي، انتوا سنكم صغير تمام؟ ماشي. انا وديتك بنفسك عشان تشوف ان مش هيدوك وصل. الفلوس اللي دخلت لهم دي ممكن يقسموها على نفسهم. فهمت؟ يعني دي جمعيات ايه بالظبط؟ هقول لك انا. الجمعيات دي احنا بنتبرع بيها ليه؟ انا ممكن ادي مثلا فلوس للضرايب للدوله، الدوله بتعمل بقى مشاريع وبتاع وطرق وتنشئ كباري وحاجات زي كده، تمام؟ طيب الجمعيات دي لما انا اودي فلوسي فيها، انا الفلوس دي تتخصم من الضرايب اللي عليا. يعني الدوله كمان بتساعدني ان انا اساعد الناس. طب انا بقى اروح اساعد الناس في جمعيه نصابين، ولا اشوف بقى الجمعيه دي تستاهل ولا ما تستاهلش؟ عشان كده بعتك، وعشان كده بعت اختك بعديك على طول تطلب مساعده، ورفض يديها مساعده رغم ان هو كان داخل له دخل. رفض يديها مساعده، عشان كده هم بيحللوا الفلوس دي لنفسهم. فهمت؟ والبنت بتاعت الكافيه دي انا شايفها بعيني خارجه بتدعي عليهم.
هي ما خدتش طيب ما بالها انت مني. شايفها طالعه بتدعي عليهم يعني، بعتني ليها اتبرع لهم ما انا وكده. عايز بقى اشوف الناس دي هل فيهم حد كويس، هل مثلا فعلا بيعملوا كده ولا هم فعلا بيعملوا الغلط ده. حبيت بس اتاكد عشان يبقى ضميري مستريح لما احط فلوسي في حته كويسه. فهمت؟ تتاكد يعني. وانت عرفتي شفتي الدنيا؟ ايوه عرفت. شفتي الدنيا ماشيه ازاي؟ اه. بس خلي بالك في جمعيات كويسه بتطلع مساعدات. ايوه. ده في جمعيات ليها دور لليتامى كامله، دور كامله لليتامى. المهم انا عايز بس ايه تندهلي بتاعت الكافيه دي. فاهم؟ ماشي تمام. اندهلي وتعالي طيب. لما اتكلم مع اختك. انا عايزك بقى فكري كده من دلوقتي بعد ما تخلصي دراستك تبقي صاحبة جمعية خيرية. ماشي. بس تعمل الخير صح حاضر. وتودي الخير اللي يستحقه. ماشي. تمام؟ اديكي شفتي ناس كتير بتسيء للجمعيات دي ازاي. لو سمحتي ايوه يا استاذ. كنت محتاجك تكلمي الحاج. ايه المشاريب فيها حاجه؟ لا ما اعرفش والله، هو عايزك ليه؟ ابدلها لكم؟ طيب اعمل ايه؟ والله انا ما اعرفش، تعالي بس معايا. طيب. فهمت يا نور؟ ايوه فهمت. ايوه يا فندم، حضرتك ندهت لي. اه. في حاجه في المشاريب؟ لا انت بتشتغلي في كافيهات من زمان؟ لا يا فندم، انا لسه جديده يعني بتعلم. طب انت معاكي شهادات ايه؟ انا للاسف ما ابويا وامي توفوا وما لحقتش ان انا اتعلم. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب عندك مهارات مثلا معينة؟ اه يا فندم، انا بعرف اطبخ حلو قوي وبعمل مشاريب وممكن كمان خلاص اخيط. خلاص انت بتقري وتكتبي؟ يعني على القد مش قوي، يعني اعرف افك الخط. هو في ايه يا استاذ؟ انا خايفه جدا. انتوا في مفيش ايه؟ حاجة مفيش حاجة، أنا عايز أجيب لك شغلانة كويسة على اللي أنت فيها دي بس مش أكتر وبمرتب حلو. بجد؟ أه. الشغلانه احسن من اللي انا فيها كمان. دي نور بنتي وده زياد ابني. اهلا اهلا اهلا. وإحنا عايشين لوحدينا في فيلا طويلة عريضة. ايوه. ممكن تيجي بس تبقى يعني بيبي سيستر كده ليهم، تقعدي معاهم بس فاهمة في الفيلا. طبعا. ليكي مرتب هايل. طبعا. بتعرفي تطبخي؟ ايوه بعرف اطبخ. أنا أهم حاجة عندي بقى الطبخ والأكل ده. حضرتك هتدوق اكل عمرك ما دقته قبل كده. خلاص ماشي. انا مبسوطه قوي ومش عايز اوراق ولا اي حاجه. بعدين هنشوف الكلام ده. المهم بس إن يومين كده هبعت لك زياد ايوه. وهيوريكي المكان عندنا. كنت انت برضو ايه ظبطت حالك كده وهتيجي تعيشي معانا على طول معقول؟ ان شاء الله. هعيش في بيت حضرتك؟ وبالنسبه لجهازك كعروسه وكده انا هعتبرك زي بنتي. معقوله؟ يعني حضرتك هتجهزني؟ ان شاء الله. انا مش مصدقه. لا صدق ان شاء الله ما تقلقيش. انت كريم يا رب. لا انا ما بحبش العياط والدموع. هتبقي نكديه هزعل منك واقول لك مش هتشتغلي معايا ومش هتشتغلي معايا. مش عايز النكد. مفاجاه كبيره قوي وربنا كرمه كبير. الحمد لله. لسه كنت بكلم ربنا وبشكي له حالي. ما تشغليش بالك خالص واقعدي بقى اليومين دول. لو عايز تقعدي من الكافيه من اليومين دول انا مستعد. بس انا عايزك بقى ايه برضه تشوفي الدنيا وتشوفي الناس وتتعاملي وكده. حاضر يا فندم. فاكره كان في واحد معدي وانت خارجه من الجامعه بتدعي عليهم كده، واحد عدى من جنبك، واحد غلبان خالص كده، انت ما خدتيش بالك. الناس كلها كانت يعني غالبه وجايه وعلى وشهم الاسى. اصل انا كنت الواحد ده. معقوله؟ طب وازاي يعني؟ ايه اللي بدل حال حضرتك يعني؟ لا ما انا كنت عامل كده عشان كنت داخل اتبرع في جمعيه فبنقي جمعيه تستحق. حضرتك المتبرع؟ ربنا يزيدك يا فندم. امال كنت لابس كده ليه طيب؟ ما انا عايز اشوفهم بيساعدوا غلابه ولا لا. ربنا يكرمك ربنا يكرمك يا رب، وتستاهل كل حسنه انت بتاخدها من الموضوع ده. ما انتش بترمي فلوسك عند اي حد وخلاص. بالظبط. لا بتتأنى وبتشوف مين اللي يستحق فعلا الصدقه. وفي فعلا جمعيات تستحق، انما اللي احنا رحناها دي بصراحه ربنا دي استغفر الله العظيم. مافيا. استغفر الله العظيم. دي ناس ما تعرفش ربنا. تشرب يا ابني حاجه بقى. لا مش قادر خالص. طب بالله عليك هعمل لك انا طبق بقى رز بلبن. هنا في الكافيه بيعملوا رز بلبن حلو قوي، انا هعمله بايدي. لا هاتي له بس ليمون. ده لا بياكل ولا بيشرب. انت هتشوفيه لما تجي لنا البيت لا بياكل ولا بيشرب ولا احلى ليموناته ساقعه الاستاذ زياد. ماشي. شكرا قوي يا فندم. العفو. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. ربنا يطمن قلبك. ماشي. على فكرة ستي دي طيبة قوي يا ماما يا بابا. ماشي. بصي يا ستي دي تعتبرها اختك الكبيره لما تيجي البيت. ماشي. اعتبرها اختك الكبيره. خلاص. ماشي. ماشي. اتفضل.
ايه يا حاج؟ ايه يا ابو حميد؟ خلاص كده انا رحت صرفت الشيك. حلو. الشيك اللي جالك ده من الصبح ده بكام؟ صرفت حوالي 150,000. بس حلو، احسن من ما فيش، وانا بقول لك 150 جنيه. يلا مش مهم. طلعت لنفسك كوميشن كام يا احمد؟ بصراحة كده عشان انا في ظروف وعندي الدنيا بايظة وداخلين على موسم، طلعت 50. نعم. ايه في يا استاذ؟ التلت مرة واحدة يا احمد. ما هو موسم بقى، كل سنة وانت طيبة، رمضان بقى يا استاذة، والمفروض يعني في حاجات وطلبات ومحتاجات. ماشي، انا صحيح شايلك من حتة اللف على رجال الاعمال والحاجات دي كلها، بس انت بتجيب لي مصالح احسن. طيب يعني اللي هو برضو مش مؤثر في حاجة. عارفاك حرك يا ابو حميد. طيب خلاص، عايزانا في حاجة تاني ولا اتكل على الله؟ ايه ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. ايه الحلاوة دي؟ ايوه كده. اخبارك ايه؟ ايوه كده. ايه عملتوا اتفضل. ايه؟ شفت بقى؟ ايه النصابيه الجديده عملناها؟ ايه عملتوا نصابيه جديده ولا حاجه؟ نصب ايه؟ انت هتشبهنا ولا ايه؟ هو في خلاص ايه؟ بقى احنا بنلعب على ده المكشوف. كان جاي ياخد فلوس وبعدين جاب لنا متبرع بقرش حلو قوي. طب ما فيش مشكلة، احنا في ناس معانا كتير على فكرة محتاجة، وفي بنات بنجهزها. اخلص يا ابني، انت ما تتكلمش، ما تفتحش بقك. ايه ده؟ انت بتزعق له ليه؟ انتوا نصابين. ايه؟ والجهاز المركزي للمحاسبات هيجي لكم انت بتقول ايه؟ وهيقفل لكم الجمعيه دي، وانتوا هتروحوا في حديد. انت بتقول ايه؟ انت بقول مجنون؟ ايه؟ انت جبت الكلام احترمي ده منين؟ نفسك. انت جبت انا اللي الكلام ده احترم نفسي. منين؟ انا بعتلك ابني بشيك وما اديتلوش وصل يا نصابين يا حراميه، واتفقتوا معايا ان ندخل فلوس للجمعيه، يسجل جزء والجزء يتاكل ده يتشكل. انت اللي قلت مش والبنت انا. اللي جات لك، اليتيمه اللي جات لك بتقول لك اليتيمه عايزه مصاريف المدرسه، وزعقت لها. ما ساعدتهاش ما ليه؟ ساعدهاش ليه؟ غلبانه مسكينه. ما هو ما كانش فيه سيولة وما كانش لسه صرفنا ده انت فلوس. يا راجل داخل لك شيك لسه يبقى معدني. ده طب- انتوا نصابين. وده انتوا بصوا، انا هقفل لكم الجمعيه دي. طب اهدى بس. انا هقفل لكم الجمعيه دي. ايدك جنبك، اقف مكانك. طب انت بس ممكن بس يبقى مفيش بس. قول طلباتك طيب واحنا تحت امرك، بس انتوا بلاش موضوع ناس ظلمه. انتوا في جمعيات احق منكم، بتساعد اليتامى وبتبني بيوت وبتوصل ميه وبتعمل حاجات كتير قوي. انتوا فين من ده؟ ربنا فين يا شيخ في وسطيكم؟ طب اهدى بس. اهدى ايه؟ انا مش ههدى. ما انتوا ينفع. جمعيتكم دي لازم تتقفل. لا يا لا، أستاذ، تتقفل يا ايه؟ أستاذ. اوعى ايدك، احنا بناكل يا اسمع اوعى بس. ايدك. صلي على النبي بس. انتوا بتاكلوا سحت. طب بس عايزه اقول لك، تستغلوا الناس وتاكلوا فلوسهم. التبرعات بتاعت الغلابه بتاخدوها. بيجي لك قلب ازاي تلبسي الذهب ده والصيغه دي؟ وتقابل الناس بالشكل ده ازاي؟ عايزه أقول لك، جمعيه بتساعد غلابه، واحده لابسه ذهب بنص مليون جنيه. انت بتهرجي؟ هقول لك على حاجه يا فندم بس. حاجه ايه ده؟ انت عينيك كلها جشع. ده فلوسي انا. فلوسك دي انت، فلوسي انا. على فكرة التبرعات اللي بتيجي بتروح للناس الصح واللي تستاهل. طبعا. عندك حق، تصدق انت اقنعتني. ده انا بعت لك بنتي. عارف يعني ايه بنتي؟ بعت لك بنتي وقلت لك، قالت لك ده انا يتيمه وعايزه مساعده للدراسه، ما ساعدتهاش. ما انا قلت دي صغيرة وجاية تهزر وانا ولا جيت لك تلعب. وبقول لك هنعمل ونسوي في الناس ونخنصر فلوس وبتاع، وانت موافقه وهتديني مليون جنيه. يا صح؟ فندم يا فندم. انا هخرج من هنا وهيخشوا يحاسبوكوا دلوقتي. لا اهدى يا بس. أستاذ. اهدى بس. يحاسبونا ايه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، رحنا في داهية. يلا يا احمد نمشي بسرعه. هنمشي ايه؟ هنمشي هنروح فين بس؟ انت السبب، انت السبب في كل ده. طب الاوراق مش متظبطه يا احمد. اوراق ايه؟ احنا لازم نلحق خلاص بسرعه نقطع الاوراق اللي ملهاش لازمه. تقطعي مهما تقطعي ايه ولا ايه، ولا بشهادة مين ولا بشهادة مين ولا. طب قطعت الورق، هتقطعي ضمير الناس اللي شهد علينا ازاي؟ يا احمد اسكت. منك لله، انا ما كنتش عارف حاجة عن كل ده، انت اللي جرتني معاكي اهو، في الاخر رحنا في داهية. يا احمد يا احمد ما ينفعش كده. انت دلوقتي هتتقلب عليا. طب انت كان رجل بره ورجل جوه وكبيرة، لكن انا شاب لسه في بداية حياتي، مستقبلي ضاع. ما انت كمان كنت بتاكل على قد ما تقدر. دلوقتي هيبقى الذنب كله عليا انا.